السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه احلام. كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم تحليه بمكونات جد بسيطه. بقاو معايا باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. بالنسبه للمكونات ديال هاد التحليه، عندي هنايا بسكوي، اطرو ديال الحليب، عندي السكر، ما عنديش سنيده، اللي عنده سنيده يديرها، انا عندي السكر ماشي مشكل. عندي هنايا كريم باتيسير، الفاني، درت هنا زوج سطريات ديال الفاني. اول حاجه غادي نبدا نحضر كريم باتيسير. هنا عندي زلافه غادي ندير فيها شويه ديال الحليب باش نرطب البسكويت. ندير غير شويه ديال الحليب هنا باش غنرطب، وما بعد غادي نخويه. هنا غادي ندير بالنسبه للبسكوي راه استعملت هذا، وغادي ندير كريم باتيسير دابا، ندير السكر بيضاء، راه فوقنا راه غادي يذوب السكر ماشي مشكل، كاين سنيده كاين السكر. هنا كريم باتيسير غادي ندير جوج ديال المعالق كبار، صافي جوج صافي. وهنا كنخلط مزيان باش ينسجم لي هذا الخليط هذا هكا. ندير الفاني، درت هنايا جوج ديال الساشيات، كنخلط مزيان هذا الخليط باش ما تبقاليش كريم باتيسير هنايا فوق. هكا كنحركها مزيان، كنطرف هذا كنحيد هذا صافي. صافي يفتح معنا بحال هكا وصافي. نخلطو مزيان هذا الشيء وكنحطها فوق نار، ومع تحرك ضروري تحرك، ما نزكاش، ما نحيدش يدي من حدا البوطه. راه غير كتسهى عليها شي شويه راه كدير كتجمع. كنبقى هكا كنحرك حتى تعقد ليا. هنا كريم باتيسير على ما توجد كنصايب بسكوي، هنا كنقادو. هنا استعملت هذا المول، ممكن تستعملوا اي مول، ماشي ضروري نفس المول. هي تحليه كتكون زوينه ملي كتبدلي. هنا من بعد ما تحضرات كندير هنا معلقه ديال الزبده، كنخلط مزيان ما حدها سخونه باش تذوب ليا الزبده. انا كنستعمل غير هذه ديال الخشب باش ما تشرط ليا كسرونه. صافي هكا، شوف الزبده كتعطيها واحد لابغيون. ودابا هنايا كنلوح الطبقه الاولانيه غير بشويه وكنقاد. بالنسبه للخليط كنحاول نقسمو على جوج،
هكذا. كنصايب نوزع الخليط مزيان على الجوانب. بهذا الشكل هذا. نضيف هنا غير شويه، خاص البسكوي ما يبانش. نزيد هنا واحد شويه مزيان. دابا مقاده كنضيف طبقه اخرى ديال البسكوي، ندير بحال هكا شي تقادو ليا هكذا باش تجيني مقاده. شوفوا دابا راه مقاده. دابا غادي نجيب بسكوي عاوتاني بنفس الطريقه مع الحليب وكنعاود نقاد بحال هكا. كنحط غير بشويه، كنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي. بالنسبه لهاد التحليه كتجي رائعه، كنتمنى جربوها وردوا عليا في التعاليق كي جاتكم. هنا من بعد ما درت الطبقه ديال البسكويت كنزيد الطبقه ديال الكريمه. قبل ما نلوحها كنحركها مزيان غير بشويه. كنقادها وهنايا كنجيب هنايا هاد البانيط ديال الكراميل، كنجيب واحد الزلافه كنخوي فيها داك البانيط باش نخلطو. هنا راه خليت واحد شويه ديال الحليب كنخلطها هكا مزيان. هنايا كنخويه وكنقاد مزيان. كيجي بهذا الشكل هذا. كنجيب الطانيط ديال الشوكولات هذا، راه خويته في واحد البلاستيكه باش ندير خطوط. ندير خطوط بحال هذا الشكل هذا، يعني البلاستيكه كتعاونك باش ديري هاد الخطوط هذا.
على الشكل هذا. وهنايا كنحاول ندير هكا بحال الشكل ديال الملفي. بحال هذا الشكل هذا. كنقلبها للجهه الاخرى، كنقادها الجهه المعاكسه، كتجيني بحال الشكل ديال الملفي. وهاد التحليه كتكون رائعه، كنتمنى تجربوها وتشاركوها معايا في التعليق وتقولي كي جاتكم. هنايا صافي، وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه ليصلكم كل جديد. بسلام عليكم، الى فيديو جديد ان شاء الله.